ثورة إخواننا في سوريا ليست ثورة شيعة وليست ثورة ضد فساد وفقط. بداية الثورة أطفال في درعا كتبوا يسقط بشار، فكتب الجنود بعدما أخذوهم وعلقوهم من رؤوسهم وقلموا أظافرهم كتبوا يسقط ربك ولا يسقط بشار. ورحل الآباء يطالبون بالأبناء من جهاز الشرطة مع قائد ظالم فاجر في هذا المكان. فقال هذه نبتة خبيثة تسيء إلى الرئيس الذي هو رب عند كثيرين يعبد من دون الله، وعندنا فيديوهات بهذا يسقط ربك ولا يسقط بشار، قل لا إله إلا بشار، وصور تملأ النت عن رجل يقتلونه حيا ويدفنونه حيا مقابل أن يقول لا إله إلا بشار، وعن آخر يسألونه الزنا بامرأته أعاذنا الله وإياكم من أجل أن يعفو عنه أو أن يقول لا إله إلا بشار، وكل قتل حفاظا على دينه في النهاية. رحل الآباء إلى رجل الأمن يسألونه وهو فاجر معلوم بفجوره، فقال هذه نبتة سيئة، ايتونا بنسائكم حتى نحسن نسلكم ونأتي بنبتة صالحة. من هنا قامت الثورة.